هو رفيق تحدث قال لك لماذا في شهر فبراير، لكن في اشكال اكبر. والاتحاد الافريقي اللي اعلن عن البطوله تقريبا قبل شهرين، في شهر 9 اعلن عن البطوله، وبطوله بعد يقول لك بعد 4 اشهر ستكون بطوله في افريقيا. الحقيقه ايضا هذا قرار يسأل عليه الاتحاد الافريقي، وتعودنا بالقرارات الاعتباطيه والعشوائيه للاتحاد الافريقي، ولكن ليس بهذه الطريقه. الان وصلنا الحقيقه انه نعلن على بطوله قبل 4 اشهر و3 اشهر في الاتحاد الافريقي لكره القدم. نرحب بكابتن طارق سالم مباشره من تونس. كابتن طارق اهلا وسهلا، وسابقى في هذا الموضوع لانه طارق ممكن من يتحمل المسؤوليه الاولى قبل تونس ومصر والجزائر وليبيا، من يتحمل المسؤوليه الاولى هو الاتحاد الافريقي لكره القدم. انك تعطي بطوله في شهر 9 بعد ما ضبطت الرزنامه، بعد ما الناس فهمت نفسها، يعني الحقيقه امر صعب 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 جدا. اكيد هيكل المسؤوليه الاولى هي على معناتها المسؤولين في الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، لانه متاخر الحقيقه. معناها ما نعرفش معناتها كيفاش يفكروا معناها المسؤولين هذوما. معناتها فما عدم احترام للاتحادات. ماهوش معقول معناها تعطي معناتها بعد ما صارت الرزنامه نتاع الاتحادات الكل معناها عملت الرزنامه نتاعها. يمكن الاتحاد الليبي الوحيد لانه بطولته متاخره، ولكن بالنسبه للمغرب والجزائر وتونس ومصر رزنامه مضغوطه بطبيعتها، وزيد ما تخليش معناتها الوقت للناس باش تخمم وتفكر. يمكن الاتحادات هذه كانت نجم تبدا المباريات نتاعها بصفه متقدمه، تقدم 15 يوم، تعود بدايه في سبتمبر ولا في اخر اوت، تبدا في وسط اوت. كانت نجم تقرا حسابها، لانه الحقيقه معناتها خاصه للجزائر والمغرب، لانه المنتخب الاول كله لاعبين يلعبوا خارج حدود الوطن. يعني شان فرصه كبيره للاعبين المحليين باش يبرزوا وياخذوا فرصه، ولما لا حتى هما يخرجوا لبرا ويمثلوا بلادهم. لكن بالنسبه لتونس بصفه اقل، لانه المنتخب الاول فيه لاعبين زاد محليين، ولكن كما قلت لك معناتها المغرب والجزائر يمكن اكثر متضررين المحليين نتاعهم. ولكن كما قلت فما بعض معناتها التقصير من الاتحادات، صحيح فما بعض التقصير، ولكن التقصير الكبير وعدم الاحترام نعتقد هو من الكونفدراليه الافريقيه، المسؤولين على الكونفدراليه الافريقيه. على كل، والفرق اللي انسحبت على فكره بعد تاكيد المشاركه في خطيه ماليه ب$50,000 ولا تشارك في نسختين قادمتين. الاتحاد الافريقي سيحرمك من الجنه، يعني انك لا تشارك في الشان لنسختين مقبلتين. نمشي مباشره استاذ محمد المغودي من الرباط، لانه المغرب هي المنتخب الوحيد الذي سيشارك، المنتخب الوحيد من شمال افريقيا الذي سيشارك في الشان. انا شعرت انه فيها نوع من الدبلوماسيه الرياضيه ان صح التعبير. المغرب كانه شافتها انها ثقيله ستعتذر عن المشاركه عن بطوله افريقيا للمحليين، وفي الأخير خيرت أن تشارك بطريقة وجدت الحل، طريقة معينة. منتخب أقل من 23 سنة، ونعرف قيمة المنتخب المغربي، يعني المنتخب اللي لعب الأولمبياد وفاز بميدالية برونزية، نعرف قيمة وأسماء اللاعبين اللي لن يكونوا متواجدين باعتبارهم في أندية أوروبية. يعني كأنه حل، يعني مش نلعب حتى نرضيك، نقعد أحباب وأصحاب وأصدقاء وكاسب أصواتك لما نحتاج أصواتك، ولا أكثر ولا أقل يعني. أنا أعتقد عزيزي هيكل أن فيها عدة اعتبارات. أنا أتفق مع العزيز حليش ومع عزيز طارق، لأن حينما قالوا بأن هناك استفادة على الأقل للاعب البطولة الوطنية، لأن بالنسبة إلي المستوى المتدني للبطولة الوطنية الآن لا مكان لأي لاعب من البطولة الوطنية في أي منتخب من المنتخبات الوطنية، لأن خاصة وأن هناك فائض من اللاعبين في المهجر، لو على مستوى المنتخب الأول أو الثاني أو إلى غير ذلك. هذه نقطة أولى، وبالتالي هذه فرصة أمام هؤلاء اللاعبين. أعتقد أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أخذ بعض الاعتبارات. الاعتبار الأول صحيح أننا متواجدين في الاتحاد الإفريقي، ويمكن أن نقول أن تمثيليتنا داخل الاتحاد الإفريقي ليست عادية، وبالتالي يجب أن نزكي هذا الاتحاد الإفريقي الضعيف. رقم 2،
أننا هناك ربح رياضي وربح سياسي وربح دبلوماسي وتسويقي إلى غير ذلك، خاصة وأن المغرب سيحتضن كأس إفريقيا وسيحتضن كأس العالم، وبالتالي أنه لابد من هذه التمثيلية. النقطة الرابعة أو النقطة الثالثة في الربح، وأعتقد أن هذه كانت نقطة تسجل أيضا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، هي أن في تلك المدة الزمنية التي ستتوقف فيها البطولة الوطنية سيفتح المجال أمام ما يسمى بدوري التميز، وهو دوري للفئات أو للاعبين الأقل عمرا للمشاركة في هذه البطولة. وبالتالي أن هذه البطولة بطولة التميز ستكون أمام 40 يوما للمنافسة، وبالتالي على الأقل هذه المنافسة ستجد الوقت الكافي للمشاركة. النقطة الرابعة أيضا التي فيها ربح هو أن هذا المنتخب أعطيناه للإطار الوطني طارق السكيتيوي، وطارق السكيتيوي هو أيضا سيشرف على هذه الفئة من اللاعبين المميزين والذين ليس لهم المكانة داخل فرقهم الكبرى، أيضا سيشاركون في هذه المنافسة. وأعتقد أن في ختام الأمر أن حينما ننتقد الاتحاد الإفريقي وكأننا أمام اتحاد قوي، هو أمام اتحاد ضعيف، وبالتالي أن كل الاتحادات المحلية تبحث عن ربحها داخل هذه المشاركة. واضح. نمشي للناحية الفنية مع ربيع، لأنه لماذا وضعت الشان وضعت حتى يستفيد منها المنتخب الأول، حتى ممكن نكتشف بعض الأسماء المحلية اللي بإمكانها تدعيم المنتخب الأول. الآن ربيع بهذا الفريق الذي سيذهب به طارق السكيتيوي، الذي هو حتى فريق لا يجد إمكانية أن يلعب في الدوري المغربي الممتاز وليس في المنتخب المغربي الأول، ما الجدوى من هذه المشاركة؟ ما الجدوى الفنية بالأساس؟ هل تعرف هؤلاء اللاعبين المنادات عليهم؟ والله انا والدليل اني سمعت بهم اول مره. معناه فريق التميز حكمت عليهم، يعني حكمت عليهم بالعمر. اين يتواجدون هم؟ لا يتواجدون مع الفرق، يلعبون مع الفريق الاول في كل الفرق المغربيه. ثم استدل بنقطه ثانيه، يلعبوا في المنتخب الاولمبي، مشاو الالعاب الاولمبيه. في البعض يلعب في المنتخب الاولمبي، النقاش مثلا كان مع المنتخب الاولمبي. هناك بعض اللاعبين الجيدين بنسبه مئويه. كم فرصتهم انهم يلعبوا في المنتخب الاول مثلا؟ انت دابا كثرت عليها من الاسئله، لان ممكن احرجتك بالسؤال. حكيت على منتخب المغرب من خلال السن وليس من خلال الاسماء. ليش اعطيني نسبه مئويه للتواجد في المنتخب الاول كم تقريبا؟ تتكلم على اللاعبين الاساسيين. نسبه التواجد في المنتخب الاول، التواجد في المنتخب الاول ان شاء الله يكون رقمه اي منتخب اول تتكلم الاول الركراكي طبعا. ما نتكلم في المستقبل في المستقبل الذين شاركوا والذين لعبوا والذين فازوا باللقب كانت نسبة المشاركة أقل. لكن أنا نجاوبك على السؤال بحكم أنك ممكن لا تعرف أسماء اللاعبين المنتخب المغربي، ممكن قللت من تمثيلية هذا المنتخب من خلال الشان. ثم أذكرك في نقطة مهمة، من هو المنتخب الذي شارك في الشان الأخيرة بالجزائر؟ من الذي فاز باللقب؟ السنغال. كم عمرهم كان؟ صحيح كان تقريبا منتخب صغير، منتخب أولمبي. مالك مباي يلعب في جينيراسيون فوت الحين يتواجد في ميتس. باب ديالو كان في جينيراسيون فوت عمره 20 سنه يتواجد في ميتس. لامين كامارا في جينيراسيون فوت اليوم يلعب في موناكو في دوري الابطال، واعتقد انت تذكرته بعد خسارته مع برشلونه والاداء المميز الذي قدمه. صحيح. وبالتالي اعتقد بانه كذلك يجب اخذ الاعتبار حتى ليل عنده اسماء كبيره. اي لكن بالنسبه لنا احنا اليوم نركز على لاعبي فريق السنغال، منتخب السنغال ولامين كامارا خاصه على مستوى وسط الميدان. ثم بالنسبه لي انا شخصيا لما نشوف الاسماء المشاركه واسماء محترمه قادره على انها تكون في المستقبل احد يعني اللاعبين الجيدين اللي ممكن ليس فقط تمثيل المنتخب، لكن نتكلم على الاستفاده على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفريق. هناك اللاعب الزحزوح، ايتور خان، جغلال، لاعبين فريق الجيش الملكي المتميزين، العراصي في الرجاء، نسيم الشاذلي، محمد المفيد في فريق الوداد البيضاوي. ثم على مستوى ممكن النقطه الثالثه اللي اختم بها، نحن دائما على مستوى المشاركه ورفيق حليش اكد ذلك. بدر بانو، الكرتي، بن شرقي، الكعبي، اقرد، بولهرود، جواد اليميق شاركوا في 2018. بعدها مباشره جواد اليميق راح لجنوة، بعدها بولهرود الاحمر، بعدها نايف اقرد راح كان منتخب المحليين الاول في ذلك الوقت. لا اقرد كان تقريبا يعني. نايف اقرد كان في عمره اي عادي ولكن كان متميز. اي لكن ممكن ولكن تركيبه المنتخب المحلي الاول في ذلك الوقت تذكر هو عامل السن ما بين 2000 و2004، وبالتالي الاكيد بان لاعبين اقل من 23 سنه. انا مش نقصت انت لو دخلتني في الموضوع كاني انا نقصت من قيمتهم في عمل السن، لا
انا ما نقصتش كلمه في عمل السن، انا قلت الفكره انه ليس بمنتخب محلي، وذلك باعتبار ان الدوري المحلي سيتواصل، يعني الفكره ليس بمنتخب محلي، هو تقريبا منتخب اخر، منتخب احتياطي للمنتخب المحلي. لا، هو السؤال ما طرحتيش بهذه الطريقه، طرحتيه بطريقه مغايره. هو شوف مهما يكون وحتى على المشاركه على مستوى لا بالعكس، انت وضحت الصوره وبينت لنا انه سيكون منتخب متميز وسيكون منتخب كبير، واحنا وهذه انا حسبت على ربيع وسجلتها، سننتظر هذا المنتخب في بطوله افريقيا المحليين، لانه الان ربيع رفع سقف الطموحات وننتظر منتخب سينافس على اللقب. مش قلت لي منتخب مميز؟ لا لا لا. شو تراجعتوا في الكلام؟ لا لا لا، انا اليوم نتكلم على نوعيه اللاعبين وجوده منتخب مميز ولا مش مميز تو؟ دابا الله يخليك. اي ربيع انت دابا انا عارف تراجعت. انا شوف انا حسيت بك لانه تقريبا بطريقه سؤالك احرجتك، لانك انت تكلمت على السن. يا ربي علاش تحكم على الاحراج؟ والله لا، انا قلت لك مش منتخب محلي فقط. سؤال طرحته لي الحين في محور واحد، ما خليتينيش انا نجاوب وانت تطرح لي السؤال. قلت لك انا قلت لك بالعكس، انا قلت لك انت قلت لي منتخب مميز ننتظروه في بطوله افريقيا المحليين. منتخب مميز، لكن انت صورتيه بانه منتخب بلاعبين غير قادرين على انهم يشاركوا في البطوله، بانهم لاعبين لو كان المنتخب الاول غيكونوا غير متواجدين. انت سؤالك كان بهذه الطريقه، وانا ممكن اريد ان اوضح الصوره. انت توقعت ولا تصورت؟ انت تصورت وتوقعت معناها؟ لا، انا سالت فقط. واضح ولا؟ لا مش مشكله، هو الاشكال هو الوحيد، وفي الاخير احنا ننتظر مشاركه المنتخب المغربي حتى نحكم. اتمنى انت اليوم والمنتخب وهذا المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد المشارك في الشان، وان شاء الله نتمنى له التوفيق ونتمنى له الذهاب بعيدا والتتويج بقطع النظر عن الفكره. نكمل مع كابتن علي ميهوب بالنسبه للشان والمنتخب المصري، لان المنتخب المصري الوحيد، الاتحاد المصري الوحيد اللي افكاره واضحه مع هذه البطوله، لا يتعامل مع هذه البطوله. كابتن علي ميهوب، الاتحاد المصري منذ البدايه، الاتحاد المصري ذهب في مسار واضح، لا اشارك في هذه البطوله، بطوله افريقيا للمحليين. دي حقيقه هيكل، يعني كان واضحه ان هي البطوله دي مش في حسبان خالص بالنسبه للاتحاد المصري. انت بتعاني بقالك سنتين يا هيكل من ضغط الدوري، وعملت دوري جديد كده السنه دي من دور واحد على اساس توفر وقت. فهل انت بتوفر وقت عايز تعمل منتخب محليين؟ اكيد طبعا انت بتتكلم في حاجه مستحيله. انت بتعاني يا هيكل من عشوائيه الاتحاد الافريقي. انا طبعا بتفق معاك، يعني ايه انظم بطوله وابلغ المنتخبات قبلها ب3 شهور؟ ما بيحصلش خالص في اي اي اتحاد كره في اي حته في العالم. لكن احنا متعودين الاتحاد الافريقي فيه عشوائيه، في قرارات كده بتيجي وليده اللحظه، بغض النظر عن انت البلد الدوري بتاعك ماشي ازاي، هتجمع منتخب ازاي، هتستفاد منه ازاي. في بعض المنتخبات الموضوع مش في دماغها خالص، يعني مش عايز المنتخب ده. وبعدين ليه ما تشاركش بالمنتخب الاولمبي؟ ما هو في المنتخب الاولمبي جاهز وهو اللي استفاد اكتر، وهو دايما بتبقى النواه للمنتخب الاول. هي كلها يا هيكل انت بتعاني في افريقيا، حتى ما تخش في نقاشات من عشوائيه اتحاد افريقي، مواعيد غريبه جدا، زي دوري السوبر الافريقي اللي احنا انتقدناه في البرنامج هنا، وكان الحمد لله كل النجوم كان عندنا حق ان حاجه ما لهاش اي حاجه خالص، هي بس حاجه ماديه. لكن كل الفرق لو انت فاكر بعدها عانت معاناه مش طبيعيه. فهي للاسف يا هيكل موضوع نظام. احنا بنفتقد حاجه اسمها نظام في افريقيا من الاخر بس. واضح. كابتن علي ميهوب من القاهرة، كنت متألقا. شكرا جزيلا كابتن علي ميهوب، وسنلتقي مع كابتن علي إن شاء الله الأسبوع القادم كالعادة. شكرا جزيلا كابتن علي. تحدث إلياس بن صغير نجم نادي موناكو الفرنسي عن تطلعاته المستقبلية وأحلامه مع المنتخب المغربي، والذي لم يتردد في تمثيله منذ الوهلة الأولى. ويقود إلياس بن صغير نتائج نادي إمارة موناكو هذا الموسم بعد عروضه الفريدة، والتي جعلته النجم الأول لفريق المدرب النمساوي أدي هوتر، وأصبح صاحب 19 عاما. من بين أبرز الأسماء التي تسطع في سماء منتخب المغرب بعدما ساهم في حصد برونزية أولمبياد باريس وضمن رسميته في تشكيل وليد الركراكي.
ونقلت صحيفة فوت ميركاتو تصريحات للنجم المغربي حول حلمه مع المنتخب المغربي، وقال فيها: أريد التتويج بالألقاب الجماعية مثل كأس الأمم الإفريقية مع بلدي أو كأس العالم. وتحدث بن صغير عن قراره بتمثيل المغرب: عندما يتصل بك المنتخب المغربي وخاصة المدرب الذي يتصل بك عدة مرات لمناقشة الاختيار وشرح كيفية العمل، كان ذلك خيارا واضحا بالنسبة لي. وأضاف أن اللعب للمنتخب المغربي وسيلة لتكريم والده المتوفى. أفكر في الأمر طوال الوقت في كل مرة أرتدي فيها القميص، كما أنه لا يجد حرجا في الحلم بالتتويج بدوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية.